تديله فلوس كتير جدا ويعمل فيكي بلاوي سودا يستغلك بيها. فلو الراجل ده اصله طيب ومعدنه طيب انا انصحك بشدة كملي معاه. وفي الدين الاسلامي عندنا المأذون وهو بيكتب الكتاب دايما تلاقوه بيتكلم عن ان المرأة يعني لما يجي راجل يتجوزها ان الراجل يتجوز المرأة ب3 اسباب، ومن ضمن الاسباب دي واهمها مالها. يعني ما فيهاش حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز الغنية واتجوز الأكبر منه سنا والأصغر منه واتجوز الفقيرة، اتجوز كله عشان، واتجوز المطلقة والعزباء عشان يحلل الجواز لكل الناس. اللي أمك عملته هو الغلط، فمش شرط عشان هو متجوزك يكون طمعان فيكي. طبعا في أول الجوازة كانت طمع أو احتياج مادي، وانت اللي عرضتي عليه مش هو اللي عرض عليكي لو تفتكري، وانت لبيتي له رغبته في حاجة هو كان عايزها لان هو شافها مصلحة. لكن بعد ما عاشرك حبك وحس ان انت كويسة وحس ان حياته بتتطور وحس بحالة ما حسهاش قبل كده. وبنسبة كبيرة جدا مش هكذب عليكي هقولك لا بسبب الفلوس اللي عندك، واكيد بقى ياكل احسن ويلبس احسن ويخرج احسن وعايش في احسن، وده حافز كبير جدا ليه ان هو ممكن يحافظ عليكي ويجتهد عشانك عشان يرضيكي ويبقى في نفس مستواكي. فمادام اتجوزتيه كده كده انا رأيي كملي معاه، جربي دوسي في الموضوع، شوفي يمكن يكون سعادتك مع الراجل ده ممكن تكون قصتكم بعد كده اسطورية تتحكي تقعدوا بعد كده تفتكروها مع احفادكم. مش شرط دايما يا جماعة نقدم الحاجة السلبية. ما تتطلقيش طبعا، اوعي تعملي كده، انت كده بتتسرعي. انت دلوقتي عملتي كل اللي نفسك فيه، عندك بيتك وعندك حياتك وعندك طفل في بطنك وعندك زوج. استمتعي، مش هقولك غير كلمة واحدة، استمتعي بكل لحظة في حياتك. العمر مجرد أرقام أو أيام بتعدي علينا، حرفيا احنا اللي كل يوم بيضيع من حياتنا ساعة وساعتين وسنة وسنين وشهور وأيام بتضيع من حياتنا عشان نرضي اللي حوالينا. مادام خدتي خطوة وعملتي كل ده وربنا سهلك أمورك واتجوزتي، استمتعي بجوزك واستمتعي بحياتك وعيشي حياة سوية. يمكن لما يحصل ما بينكم تآلف طبيعي زي اللي ربنا قال عليه في العلاقة الزوجية وتبقوا مقربين من بعض وحاجات كتير تحصل ما بينكم وما بين بعض، هنا تحبيه وتتعلقي بيه أكتر، هو يحبك ويتعلق بيك أكتر، وممكن تكوني انتي مفتاح السعادة ليه، هو مفتاح السعادة ليكي. مش لازم نقدم الشر، لأن انتي موضوع جوازتك مختلف عن أي جوازة تانية. عايزة أسمع رأيكم في الكومنتات، هل أنا غلطانة، هل أنا صح؟ ردوا عليها، واللي عنده مشكلة يبعتها لنا عشان نرد عليه. أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة. تحياتي.